ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وزي الفل وزيادة شوية. الفيديو بتاع النهاردة من اكتر الفيديوهات اللي تقريبا بتسأل عليها بشكل مستمر، فحاولت اكون انا مرجع كويس للحاجة دي. وطالما قلت انا مرجع كويس بما اني بفهم شوية في المجال ده، فهيبقى عن الزيوت. مبدئيا بس لو في شوية دوشة حواليا اعملوا نفسكم مش سامعين، مش واخدين بالكم، وركزوا معايا. انا دايما بقول لكم ان نجيب الزيوت دي منين، نعمل الزيوت دي ازاي، بس خليني دلوقتي افهمكم انتوا ازاي تتعاملوا مع الزيوت وانتوا ازاي تعملوا الميكس اللي يعجبكم. يعني من الاخر تشوفوا احتياجكم انتوا ايه وتعملوه، تفهموا ايه الزيوت اللي تجيبوها بدل ما تجيبوا زيوت كتيره وفي منهم اللي ما تستخدمهمش على الاطلاق، لانه للاسف مش هيبقى لايق عليكم. فخلوني بقى اقول لكم على كل انواع الزيوت والميكس ما بينهم وايه احسن الانواع، بحيث ان انتوا تختاروا النوع اللي يعجبكم بمنتهى الاريحيه، وما تهدروش فلوس في مجموعة زيوت كتيرة، لان بجد الافكت مش بالكترة، الافكت بيجي من ان انا اخترت الحاجة اللي انا بجد محتاجاها. يلا بينا. اول حاجة انا برد على كل الكومنتس خلال يومين او 3 من نزول الفيديو، فلو عندكم اي سؤال اكتبوه. اول حاجة عايزة اخليكم تعرفوها هو ان احنا عندنا نوعين من الزيوت. الزيوت اللي اسمها اساسية، ودي اكتر الزيوت اللي احنا بنبقى محتاجينها، لان هي دي اللي بيبقى فيها اغلب الفوائد. مشكلتها معانا انها من كلمتها كده اساسية غالبا بتعمل اريتيشن، يعني التهابات، ناس بتتحسس منها، ناس بتتحسس من الروائح بتاعتها من كتر ما هي قوية. فبنلجأ لزيوت تانية علشان تدينا الفوائد ديت بس بشكل هادي من غير التهابات ومن غير اي مشاكل. والزيوت ديت هي الزيوت الحاملة او الناقلة، بالانجلش كارير اويل. دول كده اهم نوعين زيت لازم تبقوا عارفينهم. لازم تبقوا عارفين النوع الزيت اللي انتوا هتجيبوه دوت هل هو ناقل ولا هو اساسي. تعالوا بقى اقول لكم ايه هي الزيوت الناقله وايه هي الزيوت الاساسيه. الزيوت الناقله اللي هي الكارير اويل غالبا بيبقى سعرها في المتوسط، يعني مثلا هتلاقوا اسعارها دايما في متناول في المصري الايام ديت 100 150، مش هتلاقوها بتغلى عن كده، لان هي دايما بتبقى ارخص في السعر من الزيوت الاساسيه. ودايما هتلاقوا ان الزيوت الناقله الناس بيدوها لكم بكميات كبيره زي ال 100 مللي مثلا زي زيت جوز الهند، على عكس الزيوت الاساسيه اللي ممكن تكون بتتباع 10 مللي و30 مللي. في شركات بتبيع اكتر من كده، بس غالبا دايما هتلاقوا ال 30 مللي في الزيوت الاساسيه. اكتر واشطر وامهر الزيوت الناقله وهو زيت جوز الهند، ده من اكتر الزيوت اللي انا بحبها، لاني انا بالنسبه لي لما بيتدفى او بيتعمل له حمام مائي هو بيليق على كل انواع الشعر وبيليق على كل انواع البشرات، بيعرف يرطب الجسم كويس جدا. السميل بتاعته هاديه كده والفريجننس جايه من بعيد حلوه. بمناسبه الريحه، اغلب الزيوت الناقله الحامله اللي هي الكارير اويل ريحتها بتبقى ضعيفه على عكس الاسنشال. يعني لو جبتوا اي زيت وجيتوا شمتوه وحسيتوا ان الريحه بتاعته ضعيفه، اعرفوا ان هو يا اما اساسي مخلوط بناقل وجاي جاهز، يا اما ان هو اساسا ناقل لوحده. انما بقى لو فتحتوا الازازه وجيتوا لقيتوا الريحه فواحه قوي وملت المكان، واول ما تستخدموا الحاجه دي بجد كل الناس بتعرف، اعرفوا ان دوت زيوت اساسيه خام 100%، وان ده لازم يتخلط بالزيوت الناقله. دي معلومه كده بس عشان تبقوا عارفين تفرقوا ما بين الزيت الاساسي الخام والاساسي المخلوط بزيت ناقل. تاني نوع زيت ناقل انا بحبه وهو الجوجوبا. تعالوا بقى اقول لكم على كل انواع الزيوت كده. احنا قلنا جوز الهند وده بحبه جدا، تاني واحد الجوجوبا والسمسم واللوز الحلو وبذور العنب والارجان والافوكادو والزيتون. والزيتون انا عندي عليه كومنت، خلينا نحط عليه كده جنبه علامه عشان بس هقول لكم على حاجه كمان شويه. وبكده دي اهم انواع الزيوت الحامله او الناقله اللي نقدر نستخدمها. بالمناسبه الزيوت دي بتبقى ماهره جدا في الترطيب، فلو انتوا عايزين تستخدموها لاطراف الشعر كحمام زيت في الترطيب تقدروا تستخدموها طبعا. ميكس ما بينهم او حتى نوع واحد. انا عن نفسي مؤخرا بستخدم زيت جوز الهند لترطيب الاطراف جوه حمام الزيت، مش كدهان، مش ليفن يعني. تعالوا بقى اقول لكم ايه هي الزيوت الاساسيه اللي هي الاسنشال اويل، اللي بتبقى لو خام ريحتها قويه جدا، حجمها بيبقى قليل، سعرها بيبقى كبير. اهمهم واشهرهم الفتره ديت زيت الروزماري، نتيجه لان هو بيطلع وبينبت شعر جديد، زيت اللافندر، زيت النعناع مقاوم للقشره كويس جدا، زيت الليمون، زيت القرفه، زيت البصل، زيت الثوم والخردل والقرنفل والشاي الاخضر. كده دي اشهر انواع الزيوت الاساسيه. نيجي بعد كده بقى لحاجه اللي انا كنت عايزه اقول لكم عليها، على موضوع زيت الزيتون. في نوعين تاني من الزيت، الزيوت الحاره والزيوت البارده. وكلمه حاره احنا دايما بنفهمها انها حاجه ملسوعه مشطشطه هتوجع فروه الراس، بس لا مش كده. الزيوت الحارة هي الزيوت اللي استخرجت عند درجات حرارة مرتفعة مختلفة عن درجات حرارة الغرفة اللي احنا بنبقى موجودين فيها. والزيوت الباردة، واللي دايما بنقول لكم اختاروا الزيت يكون مستخرج على البارد او معصور على البارد، معناها ان هو معصور عند درجة حرارة الغرفة ومفيش منه ضرر. ثانية واحدة،
ضرر؟ الضرر هنا هو ان الزيوت اللي بتبقى مستخرجة عند درجات حرارة عالية بيحتمل ان هي في بعض المواد الكيميائية اللي اتضافت عليها اللي بتخليها مش سهلة الاختلاط بزيوت تانية، وبالتالي بنقعد نقول ان على قد ما زيت الزيتون هو زيت ناقل وحامل كويس جدا، على قد ما بنقول بلاش نستخدمه عشان هو حار. فبتفهموا من كلمة حار ان هو مصيبة سودة وهيلهي فروة الراس وهيوقع علينا شعرنا. لا، حار معناها ان هو استخرج عند درجة حرارة عالية، فاحتمال يكون فيه مركبات كيميائية تخليه ما يقدرش يميكس ما بينه وما بين زيت تاني. ولو الزيت دوت ما عملش ميكس بالزيت التاني اللي هو الاساسي اللي انا اصلا مستخدمة زيت الزيتون دوت عشان ياخد الزيت الاساسي ويديهوني، هو مش قادر يميكس معاه، فكده مش هتوصل لي فايدة لا ده ولا ده، وساعتها ممكن يعمل اريتيشن فعلا لان زيت الزيتون ما اختلطش بالزيت الاساسي، وساعتها الزيت الاساسي كانه دخل لوحده وزيت الزيتون دخل لوحده. عشان كده بنقول بلاش نستخدم زيت الزيتون لو هو مش معصور على البارد، او بلاش نستخدم الزيوت اللي بتبقى ناقله او حامله بس حاره، لان هي مش بتبقى قادره انها تمتص الفوائد الموجوده في الزيوت الاساسيه، وبالتالي انا مش هقدر استفيد بالزيوت الاساسيه وهي بالنسبه لي مبقتش مفيده. بس برضو كومنت صغير، زيت الزيتون تحفة لو هنخمر فيه أعشاب هيبقى تحفة وينفع نستخدمه لفروة الراس، وزيت الزيتون تحفة لو هنستخدمه على هير ماسك أو كحمام زيت لأطراف الشعر لوحده، يعني من غير ما نميكس مع زيوت تانية، مع مراعاة يعني إنه احتمال ما يختلطش بيهم كويس. وبكده نقدر نفرق ما بين الزيوت الناقلة والزيوت الأساسية والزيوت الباردة والزيوت الحارة. اغلب انواع الزيوت الناقله والاساسيه الاتنين بتكون بارده مستخلصه على درجه حراره الغرفه او درجه حراره بارده. هل الزيت البارد او الزيت الحار ده نوع؟ لا مش نوع، هو الفكره كانه خاصيه زياده عليه. يعني نقدر نقول ان ده زيت حامل بارد او ده زيت حامل حار زي زيت الزيتون. فهي مش انواع كتيره، هم اهم نوعين انتوا لازم تبقوا عارفينهم، الزيت الاساسي والزيت الناقل. ممكن يبقى اساسي بارد او اساسي حار، ممكن يبقى ناقل بارد او ناقل حار. نيجي بقى لصفة بتتميز بها بعض الزيوت زي الخروع والجليسرين وهم انهم بيبقوا زيوت لزجة شوية. يعني ايه لزجة؟ يعني بيبقوا تقال في قوامهم كده، عاملين زي العسل الابيض التقيل الخام 100%. يعني مثلا زيت الخروع عندنا هو زيت ناقل عادي، بس عشان هو لزج والشعرايه مش بتقدر تستحمل اللزوجة اللي هو فيه، بنضطر نستخدمه بمعايير الاساس. يعني مثلا عمر ما حد فينا يستخدم زيت الخروع على فروة الراس الا مثلا لو دفاه الاول، وكمان بيقلل من الكمية بتاعته لانه بجد لزج قوي تقيل، يعني الشعرايه مش هتقدر تمتصه. فبنتعامل ساعتها مع الزيوت اللي هي اللزجة ديت بالكميات بتاعة الزيوت الاساسية. ومن هنا يجي سؤال مهم، هي ايه الكميات بتاعت الزيوت الناقله والزيوت الاساسيه؟ الزيوت الناقله اللي هي ريحتها خفيفه دي زي زيت جوز الهند والارجان، بنستخدم النسبه بتاعتها بتكون 3/4 فيما فوق، يعني 75% من الكميه اللي انا هعملها او اعلى، ممكن توصل ل 85% لو عايزين. ده كده بالنسبه للزيوت الناقله. لو انا بقى هضيف عليه اي زيت من الزيوت الاساسيه بحط النسبه اللي باقيه، يعني لو ورد بقى معايا 25% هحطهم كلهم روزماري. لو انا عندي بوتل عاديه 100 مللي هحط منها 80 مللي مثلا من زيت جوز الهند او الجوجوبا او الارجان او السمسم او اللوز الحلو او اي زيت من الزيوت الناقله ديت، والكميه الباقيه هختار زيت او 2 او 3 او 4 او اكتر لو عايزين من الزيوت اللي هي مالها الاساسيه. الميكس ما بينهم كلهم يكون 25 او 20%، كلهم مش كل واحد منهم 20%. يعني مثلا لو هنحط 80% جوجوبا يبقى 5% روزماري مثلا، 5% نعناع، 5% لافندر، و5% مثلا خروع، بحيث ان 5 في 4 يبقوا 20%، يبقى خدنا ال20% اساسي وال80 ناقل. فهمتوا حاجه؟ يا رب اكون فهمتكم. بس كده ده كده كل موضوع الزيوت. انتوا بس لازم تبقوا قادرين انتوا اللي تفهموا انتوا محتاجين انهي زيت اللي حاسين ان هو هيليق عليكم، ايه اللي انتوا محتاجينه من الزيت دوت. ولو عايزين نعمل لكم فيديو تاني اعمل لكم فيه الفكره بتاعت انتوا عايزين ايه من الزيت، يعني اقول لكم كل زيت وفايدته او كل زيت بيعمل ايه للشعر، قولوا لي حاضر اعمل لكم الفيديو دوت على طول. ولو عايزين كمان ميكسات للزيوت اكتبوا لي في الكومنتات اعمل لكم ميكسات، مثلا لو عندنا قشره نستخدم ايه، ولو عندنا عايزين نكثف الشعر نستخدم ايه، ولو عايزين نطول الشعر نستخدم ايه، ولو عايزين نرطب الشعر نستخدم ايه. قولوا لي لو عندكم حاجه معينه عاوزين نعمل لكم عليها ميكس، بما اني بقيت بفهم في الموضوع ودورت وراه كتير فعندي شويه اكسبيرينس كده ممكن اساعدكم بيها لو انتوا حابين. اكتبوا لي في الكومنت. بس كده خلصت، اشوفكم في فيديو جديد، يا رب تكونوا انبسطتوا واستفدتوا. باي باي.